السلام عليكم. فيديو النهاردة هنعمل الجاتو الاقتصادي بدون بيض ولا حليب بموس الشوكولاتة وموس الفراولة. ينفع للمناسبات أو ممكن كمان لو رايحة زيارة عند حد. تابعوا معايا الفيديو للآخر، يلا مع بعض نشوف طريقتنا ايه. أول حاجة هحضرها الجاتو الاقتصادي. معايا 2 كوب من الدقيق وكوب ونص من المية، نص كوب سكر ونص كوب زيت ومعلقة كبيرة خل وثلاث معالق من الكاكاو الخام وذرة ملح وباكو بيكنج باودر واتنين باكو من الفانيليا. يفضل كمان هنا المية تكون دافية عشان ندوب فيها السكر. انا هنا ضفت المية اول حاجة وبعدين هضيف السكر. هدوب السكر كده في المية الدافية واقلبهم كويس. طبعا الجاتو اللي بنعمله دايما بنحط فيه البيض الاول والسكر، فعشان انا هنا مش هستخدم بيض، فانا حطيت المية وحطيت معاها السكر عشان ادوبه فيها الاول. في وصفة الجاتو انا دي مش هستخدم المضرب الكهربائي، هستخدم مضرب عادي. ودلوقتي حطيت الخل وهحط الزيت كمان واقلب كل الخليط كده مع بعضه. طبعا الزيت اللي هنستخدمه لازم يكون نوع حلو جدا عشان ما يكونش فيه ريحة وتبوظ معانا ريحة الكيك. والمية كمان لازم تكون دافية عشان السكر يدوب. ودلوقتي هضيف الفانيليا، بالرغم ان انا مش حاطه بيض بس الفانيليا بتدي نكهة حلوة للكيك. ودلوقتي هحط كل المواد الجافة كده مع بعض، الملح والكاكاو والبيكنج باودر، واخلطهم كده مع بعض وبعدين بنخلهم على المية. الكبات دي ممكن نعملها بأي جاتو تاني، ممكن سبونج جاهز، ممكن كيك فادج، بس انا حبيت المرة دي اعملها بالجاتو الاقتصادي وبصراحة طلع طعمه حلو. بقلب كل الخليط كده مع بعضه. ودلوقتي بحضر الصينية. مقاس الصينية 30 في 40. هحط لها ورق زبدة وبعدين بضيف الخليط كده فيها. الفرن بتكون سخنة قبلها طبعا. بحطها على درجة حرارة 180. هتاخد تقريبا معايا ربع ساعة وده شكلها. بخرجها من الفرن وبغطيها كده بفوطة وبسيبها تهدى شوية. وبعدين بقطعها كده، بجيب الكب اللي انا هحط فيه الكيك وبضغط عليه كده بحيث ان انا عايزاه يكون كله كده متساوي. انا بضغط كده على الكيكة بتطلع معايا بالشكل ده. بضغط عليها كده بايدي او باي بالسباتولا. الجاتوه بالرغم ان انا مش حاطه بيض ولا حليب بس طلع طعمه حلو وكمان طري. هرص كل الجاتوه كده في الكبات وبعدين بروح احضر للموس. اول حاجه هبدا اعملها موس الشوكولاته. ده موس شوكولاته كده جاهز. لكل كوب موس معايا كوب حليب او كوب ميه، والميه او الحليب لازم يكونوا متلجين، او ممكن كمان هنا نضيف يعني كوب حليب وكوب ميه، مفيش مشكله. انا ضفت هنا 2 كوب موس عليهم 2 كوب حليب وبضربهم كده بالمضرب الكهربائي بدون اي اضافات. طبعا الموس الجاهز ده بيكون فيه السكر بتاعه وكل حاجه، مش هنضيف غير الحليب او الميه ولازم يكونوا ساقعين جدا. بحط الموس في كيس حلواني بيسهل عليا ان انا احطه كده في الكوب. طبعا الجاتو انا ما سقتهوش لان بصراحه كان طري وكان حلو جدا، مش محتاج ان انا اسقيه. حطيت عليه الموس على طول ومش بملى الكب كله لان لسه هحط كمان حشو تاني اللي هو موس الفراولة. ودلوقتي بعمل اهو الكب التاني. الكمية دي عملت معايا تقريبا 19 كب من الجاتو. بعد ما بحشي كل الكبات بحطها في التلاجة لمدة ساعة وبعدين بحضر للحشو التاني اللي هو موس الفراولة.
بجيب برضو 2 كوب من موس الفراولة وعليهم 2 كوب حليب برضو ساقعين. الموس الفراولة برضو جاهز زي موس الشوكولاتة كده، بيتباع جاهز فيه كل حاجة، فيه السكر وكل حاجة. هضربه بالمضرب الكهربائي. موس الفراولة ده طعمه جميل جدا، وكمان ريحته حلوة خالص، بتخلي لي ريحة البيت كلها فراولة. ودلوقتي خرجت الاكواب من التلاجة وهضيف لها الطبقة التانية. بصراحة ميكس موس الفراولة مع موس الشوكولاتة طعمها تحفة جدا. ممكن كمان نضيف قطع فراولة مع الموس، بتدي شكل حلو وطعم كمان. ودلوقتي هضيف كل الموس كده في الكبات، وبعدين برضو بحطها في التلاجة ساعة كده تمسك نفسها، وبعدين بزينها بالطبقة الأخيرة. نيجي للطبقة الأخيرة، أنا زينتها بجول الفراولة والنوتيلا. نقدر كمان نحط لها كده فراولة، قطع فراولة من فوق وعليها جول الفراولة، أو ممكن كمان نحط لها جناش شوكولاتة. أنا هنا حطيت لها النوتيلا كده بشكل عشوائي. ودلوقتي هزين بجلول الفراولة. جلول الفراولة ده بيكون كده جاهز، صوص جاهز بنستخدمه لتزيين الجاتو او للحشو كمان، غير الجيلي. انا حطيته في كيس وفتحت كده فتحة صغيرة، وبدأت انزل كده اعمل خطوط، وبعدين بسويها بمعلقة بأي أداة. استخدام الكيس بيظبط معايا التزيين وبيخليه معايا كده متساوي. وبجيب دلوقتي كده معلقة وبحاول اساوي الجيلو من فوق. انا مش بضغط عليها جامد، انا بسويها كده بس من فوق. عملت كل الكبات بنفس الشكل. ودلوقتي حطيت كريسبي ابيض كده على جيلو الفراولة. طبعا التزيين ده بيكون يعني انتي وذوقك. انا ما حطيتش حاجة على النوتيلا، لقيت شكلها كده حلو. ميكس الفراولة مع الشوكولاتة طعمها تحفة جدا. جربوا الوصفة دي وهستنى رأيكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. ودلوقتي باخد كب كده وادوقه. بصراحة ميكس الموس الفراولة مع موس الشوكولاتة مع النوتيلا مع جول الفراولة بجد طعمه تحفة جدا. الكبات دي تنفع للمناسبات، لو عندك عزومة مثلا، او ممكن كمان لو رايحة زيارة عند حد. بجد طعمها جميل جدا وشيك. ولو عايزة كمان الكب يكون غني كده بالشوكولاتة، ممكن نعمله بكيك الفودج. استنوني ان شاء الله في الوصفات اللي جاية، هعمل معاكم الفودج كيك بطرق مختلفة.